من وين جنابك؟ أنت سني؟ أنا دكتور حسين الباز الحسني من محاورين أهل السنة والجماعة، وأنت معاي الآن على بث مباشر. وسؤالي لحضرة جنابك، هل أمير القريشي يؤمن بالمهدي المنتظر أم لا؟ أنت جنابك مناظر؟ نعم، أنا دكتور حسين الباز الحسني من مناظرين ومحاورين أهل السنة والجماعة، ومعاك الآن أنت معاي على البث المباشر مالتي على التيك توك. يا هلا بك، يا اهلا وسهلا. طيب. الله يحفظك شيخنا الفاضل. بس دقيقة أعطينا مجال. أنت راح تسألني السؤال. نعم. ما في مشكلة، لكن أنا بعدين أسألك سؤال. جيد؟ على رأسي. سؤالي لحضرتك، هل الشيخ أمير القريشي يؤمن بنظرية المهدي؟ انتظر جواب حضرتك. لأن فيه قوله لا نعم. يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. بارك الله فيك. أنت الآن أنزلت المهدي منزل الله عز وجل. طيب. الآن يقولون لأن هي عقيدتنا. دقيقة. نعم أستاذ، أنا موافق بعقيدتك، بس اسمحني حضرتك وأشكرك على سعة بس لا كمل دقيقة. اللي هاي عقيدتنا إحنا، الإمام إلهي والصفات ننزله منزل الإله. نعم، موافقة أستاذ. الآن عندما يحكم المهدي بشريعة داود وسليمان، عندما رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وجدنا أن من يقتدي به المهدي بحكمه وبشريعته أنه عندما حكم من غير بينة ولم يسأل البينة، أن الله عز وجل ذم هذا الفعل في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لو قرأنا ما بعدها من 3 آيات، قال الله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انتبه الآن: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ثم قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الآن من يقتدي به المهدي أن يحكم من غير البينة، لا يسأل البينة، أن داود عندما حكم ولم يسأل البينة، الله ذم هذا الفعل ووصفه بخطأ، ووجبت التوبة على نبي الله داود وتاب الله عليه واستغفره. الآن أنت عندك المهدي المعصوم يحكم من غير بينة، إذن هو مخطئ. كيف تقتدي الأمة بإنسان لا يسأل البينة ويقتدي بشريعة غير شريعة محمد وآل محمد ويخطئ بالأحكام؟ طيب أجاوبك. طبعا. أولا، قياس المهدي بداود قياس باطل لا يصح. هاي كتبك يا أخي. أنا سمحت لك تتكلم بدون ما أتدخل، صح؟ طبعا. نعم. فأنت حاول تسمح لي أتكلم بدون ما تتدخل. تفضل حضرتك. أولا، قياس الإمام المهدي بداود قياس باطل، فإن الأدنى لا يقاس بالأعلى، والمهدي هو الأعلى وداود هو الأدنى، فلا يقاس المهدي بداود. هذا أولا. ثانيا، نحن قلنا أن المهدي فيه قوله لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. هذا ثانيا. ثالثا، ما ذكرته أنت على داود هو للتعاليم لباقي الناس، مثل ماذا؟ مثل أنا وأنت وغيري في الدنيا. لابد حينما نحكم أن نحكم بالبينة، لأننا لا يوجد عندنا علم الغيب، علم ما كان وما سيكون. أما الإمام فعنده علم الغيب وعنده علم ما كان وما سيكون، وعليه مثالك غلط لا ينطبق على المهدي أبدا. أحسنت. أجاوب الآن؟ أي تفضل. أولا حضرتك قلت أن القياس الإمام المهدي بداود قياس باطل لأنه لا يقاس الأدنى بالأعلى، صح حضرتك؟ أي نعم. طيب، أجمعت كتبك أولا أصول الكافي الجزء الأول صفحة 462 أنه يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه ومعناه اقتداء. ثانيا، الغيبة للطوسي صفحة 283 أنه يحكم بحكم داود وسليمان.
ثالثا المصدر الثالث أيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 249. رابعا عندك في بحار الأنوار أن المهدي في الجزء 52 صفحة 353 قال في الرواية 109 بالسند الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر: قلت صالح من الصالحين سمه لي أريد القائم، فقال اسمه اسمي، قال أيسير بسيرة رسول الله؟ قال هيهات هيهات يا زرارة. انتبه شيخنا، انتبهوا اخواني، انه لا يقتدي بالنبي محمد، لا ليس لا يحكم فقط بشريعة النبي، بل لا يقتدي حتى بمحمد وآل محمد. فقلت هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته؟ قلت جعلت فداك لمن؟ إن رسول الله قال، إن رسول الله يعني الله عز وجل عندما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، المهدي لا يقتدي به. وعندما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يقتدون به، المهدي لا يقتدي به. قال قلت جعلت فداك لما؟ قال إن رسول الله سار في أمته بالليل، كان يتألف الناس، والقائم عليه السلام يسير بالقتل، بذلك انتبه، بذلك أمر في الكتاب. انتبه شيخنا، بذلك أمر في الكتاب، انتبه إلى كلمة الكتاب، الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحد، أنه لا يقبل توبة أحد ويسير بالقتل ولا يستتيب. فحضرتك أنت عندك الآن المهدي المنتظر لا فقط لا يخالف النبي، بل الطامة الكبرى أنه لا يسير ولا يقتدي بمحمد وآل محمد. وأيضا كلمة بذلك أمر في الكتاب، عندك في كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف الغطاء في الصفحة رقم 144 يقول: ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد أو نزول وحي، وأنت تقول أنه يعلم الغيب، أو انتبه شيخنا، أو كتاب. الآن عندك في كتبك يقولون بذلك أمر في الكتاب الذي معه، أو ادعى عنده كتاب، فهو كافر يجب قتله. طيب إذا عندك المهدي الآن في كتبك عنده كتاب فهو كافر وجب قتله. أولا لا تستدل علي بأقوال أناس، استدل علي بالروايات. من تأخذ دينك؟ أخذ من الروايات وليس من الروايات. ألم ينقلها أناس؟ نعم، لا، أقوال أقصد إقرار. يعني أنت الآن هذا آخر شيء ذكرته هو إقرار لشخص، لا تلزمني به، الزمني بالروايات. حضرتك أنت تأخذ علمك منهم لو أني غلطان؟ أنا آخذ علمي من الروايات وليس من إقرار ما أقرر. الروايات نقلها أشخاص شيخنا؟ أشخاص نعم، ولكن الإقرار اللي هو توصل له أنا غير ملزم به. افتهم جيد. طيب رد لي على الرواية التي تقول هيهات هيهات. فأنت خلك بالروايات، خلك بالروايات. تأخذ من بحار الأنوار أي رواية أنت ما عندي مشكلة تقراها، بس لا تقرأ لي إقرارات إنه قال الفيض الكاشاني وقال الخوئي. لا بس موافقك علي. طيب موافق. أنت جنابك طيب الآن في بحار الأنوار يقول لا يسير بسيرة النبي الآن محمد. جايك اسمعني، اتفضل. أنت الآن جنابك الكريم كشفت لنا عن شيء قد أجبت عن سؤالك بنفسك، وهو ذكرت في الجنبة الأولى أن المهدي يسير بسيرة داود، وذكرت في الجنبة الثانية أن المهدي لا يسير بسيرة داود ولا يسأل عن البينة، صح؟ لا الجنب الأول أثبتت لك من كتبك أنه يحكم بحكم داود وسليمان، والجنب الثاني أثبتت لك من بحار الأنوار أنه لا يسير بسيرة محمد بقول المحكوم عندك، وأنه يخالف النبي جملة وتفصيلا، ويخالف كتاب الله وسنة النبي محمد. كيف هو الأخ من أمة محمد؟ أنت شوف، أنا الآن معطيك مجال تتكلم، بارك الله لأن الأخوة بالاستديو قالوا أنه أنت شخص مناظر من مناظرين السنة. نعم. شوف، احنا اما تريد انت مجرد تنتصر بالكلمات، واما تريد تنتصر بالعلم. اذا تريد تنتصر بالكلمات فانا كل ما اسالك سؤال صغير انت جاوبني عليه ب10 اسطر، ما معناه مو نقاش. فانت حاول تصغر جوابك وتحطين النبذه المفيده، وحاول تبتعد عن هاي الكلمات اللي انت تبين انه انت على اساس راح تنتصر. تمام؟ خلي الناس انت الان قبل قليل تقول بينت لك انه هو خالف النبي محمد. انت اذكر الروايات وانت حرجني بالروايات، وخلي الناس تفهم انه الامام جاي خالف المهدي. انت لا تقرر الان. جيد؟
حتى نختصر. فاحنا الان نرجع لموضوعنا. الجنبه الاولى انه المهدي يحكم بحكم داود، والجنبه الثانيه انه هو يخالف النبي محمد، صح؟ نعم. أجل. لان كما اجبتك انا في جوابي الاول، لان المهدي لا يسأل عما يفعل، فتارة يحكم بالبينه وتارة لا يحكم بالبينه، لانه الهي الصفات. تارة يحكم بالبينه وتارة لا يحكم بالبينه. طيب لماذا؟ اعطيني الدليل حضرتك انه يحكم بالبينه. لانه الهي الصفات. وافقتك شيخنا، اعطيني الدليل. الدليل على ماذا؟ تارة يحكم بالبينه، احني الى الدليل. اللي انت قبل قليل قريته يحكم بحكم داود. لا شيخنا ما قريته، احني الى الدليل. انت مو قريت يحكم بحكم داود؟ الان انت حكم داود لا يسأل البينه، لا يسأل البينه، وداود يعني الان انت هذا في نقطه ما يفهمها دقيق. انت في نقطه ما فهم. هو داود بعدين من الله قال له اسأل البينه، صار يسأل البينه ولا ما صار؟ يعني داود اخطا ما اصاب؟ اخطا، مو مشكله. احسنت. اذا عندك المهدي مخطئ. لا المهدي لا يخطئ. طيب. لا يقاس بداود. لا هاي الطريقه مو حلوه. المهدي لا يقاس بداود، مو احنا اتفقنا؟ طيب احنا اتفقنا. اخطا المعصوم عندك الان. دقيقه. انت جنابك الكريم انا محترمك، وتدري انا تعرف لساني. انا محترمك. اي، فانت هاي الطريقه مو حلوه. استاذ انت خطأت المعصوم الان، انت دمرت العصر. ليش خطأت المعصوم؟ ليش اشرح انت الان اقريت بلسانك. خلوا يسير بسيرته. المهدي فوق داود لا يقاس به. طيب عندك دليل من كتاب الله؟ تفضل بين لي وين انا خطأت العصم، فنشت العصم وخطأت. تفضل بين لي كلام. صير قد كلام، صير قد كلامك من تقول كلمه. طيب انت خلك قدها. انت تؤمر. خليك حضرتك الان فضل. عندما سالتك شيخ امير الفاضل، سالت جنابك قلت لك اخطا ام اصاب داود؟ قلت اخطا. نعم. والمهدي عندك في كتبك بالاجماع انه يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسال البينه. طيب. اذا الان من اقتدى به المهدي اقتدى بمخطئ. لا. وجب عليه التوبه في كتاب الله. لا تعرف ليش؟ لا. اولا انا جاوبتك اول ما انت سالتني. ثاني سؤال اذكر قلت لك ان المهدي لا يقاس بداود. لماذا؟ نعم. لان الاعلى لا يقاس بالادنى، صح؟ طيب دليلك انه اعلى من داود مرتبه ومنزله؟ لان الامام الهي الصفات وداود ليس الهي الصفات. ما عندي مشكله، اعطيني دليل من كتاب الله ان هنالك بشر اسم شيخ امير. شنو من كتاب الله؟ انت لو تسمح لي حضرتك وسعة صدرك الكريم. يقول الله عن النبي محمد: قل انما انا بشر مثلكم. هل المهدي اعلى من النبي محمد؟ انت جنابك الكريم تلزمني بكتاب الله فقط؟ لا انا معاك بالكتاب والسنه، اتيك على السنه، ولكن انت عندك لا توقف. انت تؤمن بالقران محرف صح؟ انت شبيك شو تبعثرت؟ لا ركز وياي. انت بس خليك مركز. انت ركز. اعطيني دليل من كتاب الله انت ان المهدي اعلى منزله. انت الان انت صرت مثل اشرف غريب. من جاوبت راح قال لي المعصوم بياكل منين. لا انت الان غيرت الموضوع. هل الامام الهي الصفات ام لا؟ هذا اسم الموضوع تغير. يا حبيبي يا صديقي العزيز خليك مركز. لا انا مركز. انت تعبت، وضعيتك تعبت. رحت الان الى نقطه ثانيه وهي هل المهدي الهي الصفات لو لا؟ تعال ارجع لي على انه انا خطأت المهدي. قلت اي اسال خلك قد هاي الكلمه. ارجع لي على تفضل. المهدي ماذا؟ انت تقول انه انا خطأت المهدي. وين خطأت المهدي؟ ماذا صفاته؟ ايش؟ الهي الصفات. احسنت وانا وافقتك. هل الله احول؟ فالان رجع لي على نقطه انا خطأت المهدي. تفضل اثبت لي اياها امام الناس. انا وافقتك تقول المهدي الهي الصفات. هاش بيها شيخ امير. هذا شبيه هذا؟ انت شبيك بابا؟ لا شيخ امير انت غير قلت كلمه غير تكون قدها. شيخنا على كيفك. هل المهدي احول؟ هذا غير تعبان والله العظيم يا شيخ امير. انت ما يصير تسال 3 4 5 اسئله. هذا مو نقاش. تعال بابا تعال صير خلك قد كلمتك. تعال انا بعدين ترى محضر لك السؤال. تعال تفضل اثبت للناس خطيه حتى الشيعة يطلعون يصيرون في دين السنه. تفضل اثبت لي انه انا خطأت المهدي. لا تشتت الموضوع لو سمحت. هل صاحب الصفات الالهيه؟ انا شتت الموضوع. انا اللي اركض خلف الكلام اللي انت قلته. انا شتت الموضوع
وانت اللي الان كل شويه تطلع بسؤال جديد مو شتت الموضوع. نقطة نظام شيخنا شيخنا الله شيخ العظيم امير الدين السني وضعي قسما بالله. شيخ ليش كتمت صوتي؟ تفضل طلع دليل انه انا امير القريشي، في اخطاء. امير القريشي ده تسمعني حضرتك، ليش قطعت صوتي؟ تفضل ارجع على نقطة انه انا استاذي الغالي، انت قلت المهدي يحمل صفات ربانيه الهيه، هل الله احول؟ هاي نقطة ثانوية. جاوبني بس عليها، هل الله احول؟ على المتصلين مثل امير القريشي، امير القريشي، هل الله احول؟ انا امس اتصلت بيك وناقشتك انه المهدي يخطئ. بمن؟ ترديت مع اخواني. لكن امير القريشي النقاش انه المهدي الهي الصفات. اخوان صوتي واضح على اليوتيوب يمه؟ مناظر كاتمك امير كاتمك واضح احمد؟ كاتمك شيخنا. اي كاتمك ابن المتعب. امير انت رجل جبان، هل المهدي الهي الصفات؟ انت رجل تخاف ترد علي. سلم مجنون يهجر. امير القريشي انت رجل جبان، شرمخة بالغلب. ليش تتهرب؟ هاي نقطة ثانية. ليش؟ نزلني ابن الحرام. خلونا علمه والله، خلونا نعلمهم. يلا بس جاوبني. جاء في كتاب الغيبة للطوسي، لو تسمح انقل لك المصدر. استاذ اوقف تسمعني فدوة يوم فدوة للضحكة الحلوة. حجاوبك على السؤال. امير في غيبة للطوسي صفحة 316، خلينا نقول لك المصدر يا شيخ. لا اسمعني خلينا يقول المهدي اقبل جعد بخده خال. هل الله احول؟ اعطينا مجال. يلا. لانه الهي الصفات. رجع زين دقيقه، توقف. اي تفضل. نسوي تحدي انا وياك. موافق. يلا توقف موافق. بس توقف. تحدي الان امام المشاهدين. جيد. اي تفضل اعرض التحدي. اذا انا قلت لنقل اخطا اترضى على عائشه، واذا قلت اخطا انت تلعن عائشه، متفقين؟ واني هماتين، اذا قلت انت الم تقل اخطا اترضى عن نرجس، واذا ما قلت العن نرجس. ها موافق؟ مو مشكله. فانا صار يسال البينه ولا ما صار؟ يعني داود اخطا ما اصاب؟ اخطا مو مشكله. احسنت. اذا عندك المهدي مخطئ. لا المهدي لا يخطئ. طيب. لا يقاس. حضرتك الآن عندما سألتك والبث مسجل وراح ينزل، سألتك سؤال، قلت لك داود عليه السلام عندما حكم بغير بينة هل أخطأ أم أصاب؟ كان جوابك أخطأ، مسجل البث، كان جوابك أخطأ. إذا المهدي الآن عندك المعصوم يا استاذ، البث مسجل فدوة للضحكة الحلوة يا بعد قلبه. يعني داود اخطا ما اصاب؟ اخطا مو مشكله. احسنت. اذا عندك المهدي مخطئ. لا بث مباشر. شوفوا هذا بث مباشر قناة قرآن. شوفوا اقدر اعيد البث. شوفوا اقدر اختار اللقطة اللي ابيها. شوفوا اقدر احط وين ما ابي دقيقة. شوفوا بث امير القريشي. شوفوا ما تقدر تعيد. شوفوا ما تقدر تعيد. ما تقدر ترجع اللقطة. شوف مسكرها. شوفوا يا اخوان مسكرها. شوفوا ما اقدر. شوف التدليس يا اخوان عشان يدلس على راحته، وبعد ما يخلص البث يمسح اللقطات اللي ما يبيها. ما ينعاد المقطع ولا اقدر اعيد شيء. انا اسحب واعذرنا يا دكتور. انا اسحب لك يا دكتور البث عادي. عفوا يا غالي. يمي سحب البث. شوفوا اخواني، الصلاة والسلام على حبيب محمد. امير الان دقيقة، امير الان سقط المهدي بالكلية. ليش؟ كيف يقتدي المعصوم بغير المعصوم؟ السؤال هنا، كيف يقتدي المعصوم بغير المعصوم؟ وقرأت يحكم بحكم داود. الآن أنت بحكم هذا المقطع وصل. إنه أنا خطأت المهدي واعتبرته يخطئ وهو ليس معصوم، وكما تفضلت أنت إنه هدمت العصمة. تفضل تفضل تسمعني. بعد يسوي فيلم قدامكم وهو منزلني. هاي باوع انتظر جاي يتصل عليك. شوف يتصل عليك جاي السلام يقول عليكم.
امير القريشي ليش نزلتني؟ ليش نزلتني انت على البث المباشر شيخ امير؟ ليش نزلتني؟ ها؟ تفضل حضرتك الان انت قلت اسمع اغلقت الخط واتصلت عليك 4 مرات قدام الناس. 9681 من ترقيمنا 9681 رقم العام بالمجموع 19681 لانه قبل كل 10000 احنا كل 10000 نبدا من جديد. رقم امير القريشي رقمناه 9681 هذا رقم حمير القريشي.